مساء الخير يا صديقي. أكيد في مرة من المرات اتفرجت على سباق للماراثون، أو سمعت إن في سباق للماراثون شغال دلوقتي، أو إن فلان الفلاني فاز بالميدالية الفضية أو الذهبية في سباق الماراثون. طب ما جاش في بالك كده تسأل هو ليه سموه سباق الماراثون؟ أنا بقى هجاوبك على السؤال ده، وهقول لك قصة ورا سبب التسمية، وإيه علاقة اليونانيين بالليلة دي. فتعالى كده أنا وأنت نشوف الحكاية من البداية. لو أول مرة تشوفني، أنا علي النعماني وبقدم محتوى عن الأساطير وقصص من التاريخ والآثار. فلو أنت بتحب النوعية دي من الفيديوهات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومن غير رغي كتير، تعالى أنا وأنت نبدأ في حكاية النهاردة. في الأول كده يا صديقي، خلينا ندردش معاك شوية عن السباق. سباق الماراثون واحد من ألعاب القوى في الأولمبياد، والفكرة من السباق ده إن هما بيجروا تقريبا حوالي 42 كيلو متر. أول بطولة لسباق الماراثون اتعملت سنة 1896، وكانت بتبدأ من جسر قرية ماراثون لحد أثينا، ودي مسافة تقريبا حوالي 42 كيلو متر وكسور. واللي فاز بالميدالية الذهبية العداء اليوناني سبيرديون لويس، وسبيرديون جرى المسافة دي في حوالي ساعتين و58 دقيقة للدقة. الماراثون في الوقت ده كان مقتصر على الرجالة بس. الحكام كانوا شايفين إن اللعبة دي صعبة قوي على الستات وما يقدروش عليها ومرهقة جدا بدنيا، بس الستات قالك لأ، إحنا نقدر نعمل أي حاجة ونقدر نهد الدنيا دي باللي فيها. وفعلا قدروا يثبتوا وجودهم في أول بطولة للسيدات سنة 1984، واللي فازت بالميدالية الذهبية الأمريكية جوان هنري. والرقم القياسي العالمي في اللعبة دي بالنسبة للرجال كان إيلود كيبوشيج، وده كيني الأصل، وقطع المسافة في ساعتين ودقيقة، وده كان في برلين سنة 2018. أما بالنسبة للسيدات فكانت باولا راتكل، وقطعت المسافة في ساعتين و15 دقيقة، وده كان في لندن سنة 2003. صحصح لي كده بقى وتعالى أقولك على سبب التسمية. الكلام على ويكيبيديا بيقول إن سنة 490 قبل الميلاد كان في شخص اسمه فيديبيداس، وده جرى مسافة حوالي 42 كيلو من ماراثونس لأثينا علشان يبلغ أهل مدينة أثينا إن هم انتصروا في الحرب على الفرس. وبعد ما بلغهم بالخبر ده انتقل إلى رحمة الله تعالى من كتر التعب والإرهاق، وإن السباق اتسمى باسم ماراثون تخليدا لذكرى فيديبيداس. بس التاريخ يا صديقي ليه كلام مختلف، وهيرودوت المؤلف العظيم والملقب بأبو التاريخ اتكلم عن فيديبيداس في كتابه اللي هو اسمه إيتوربي، بالعربي كده تاريخ هيرودوتس. الكتاب ده من 9 أجزاء، واتكلم عن فيديبيداس بالتحديد في الجزء السادس. هيرودوت قال إن فيديبيداس ده عداء ومقاتل قوي في الجيش الأثيني، وإن الجيش لما عرف إن الفرس هيهجموا عليهم بعتوه لأسبرطة علشان يستنجد بيهم وييجوا يساعدوهم في الحرب دي. وفعلا فيديبيداس جرى مسافة 225 كيلو متر في وقت قياسي جدا، وهيرودوت قدر التوقيت ده بحوالي 36 ساعة، يعني تقريبا يوم ونص. بعد كم الإرهاق والتعب ده، وبعد ما وصل لأسبرطة وبلغهم باللي حصل، حاكم أسبرطة قال له احنا بره عننا الكلام ده كله ومش هنشارك في الحرب. فأخد بعضه وطلع على قرية صغيرة اسمها بلاتيا، وبلغهم بكل الأحداث دي. وبصراحة أهل القرية ما ترددوش، وقرروا إن هم يساعدوا الأثينيين في الحرب ضد الفرس. والمعركة اللي كانت ما بين الجيش الأثيني والفرس كان اسمها معركة سهل ماراثون، وبديهي يعني إن اسم المعركة اتسمى على اسم المكان اللي حصلت فيه اللي هو سهل ماراثون. قدر الأثينيين بمساعدة أهل بلاتيا بسبب مجهودات فيديبيداس العظيمة إن هم ينتصروا على الفرس. وبعد الانتصار العظيم ده، فيديبيداس جرى من سهل ماراثون لحد أثينا، والمكان ده تقريبا المسافة بتاعته 42 كيلو متر، وبلغ أهل المدينة إن هم انتصروا على الفرس. وبقى كل سنة يا صديقي بيعملوا سباق من سهل ماراثون لأثينا تخليدا لذكرى انتصارهم على الفرس، وفي نفس الوقت تمجيدا لمجهودات فيديبيداس العظيمة، لأن لولا ما كانوش قدروا يكسبوا المعركة دي. وكانوا بيوزعوا جوائز عبارة عن شوية أواني فخارية
على حسب كل واحد وصل إمتى. وبس يا سيدي، هي دي كل الحكاية.